تاخد مليون دولار كاش دلوقتي ولا 1000 اسبوعيا مدى حياتك؟ في واحدة كندية كسبت مليون دولار كاش بس اختارت انها تاخد 1000 دولار اسبوعيا مدى حياتها. لو انت مكانها تعمل كده ولا لا؟ قرارك لازم يعتمد على كذا حاجة. اولهم التضخم معناه ان جنيه بكرة ارخص من جنيه النهاردة. يعني ايه ارخص؟ يعني بيشتري حاجات اقل، وده في كل عملات العالم. حط عندك كمان عامل الوقت. انت في الاوبشن الاسبوعي محتاج تقريبا 19 سنة عشان تاخد المليون بتاعتك دي، وانت اصلا ضامن تعيش لغايه بكره. زائد لو انت في كندا بعد 19 سنه هيبقى كانك استلمت 622 الف دولار بقيمه النهارده، مش مليون. لو انت بقى في مصر وخدت الاوبشن بتاع الجنيه في الاسبوع، انسى. حط لي بقى الضرايب. البنت دي اصلا من كندا، اللوتري في كندا عليه 0 ضرايب، بينما في جارتها على طول امريكا بعد الضرايب هيتبقى لك تقريبا حاجه و50% من الجائزه، ده لو خدت المبلغ كامل. لكن في الاوبشن الاسبوعي في امريكا هتوفر تقريبا 200 الف دولار. بس عايزك تفكر ثانيه، هل ال 200 الف اللي انت وفرتهم ضرايب دول يستاهلوا انك تضحي بالاستثمار اللي كان ممكن تعمله لو خدت المبلغ كله دلوقتي؟ انا عارف ان دماغك اتبرجلت، بس سيبني اقول لك بقى على الكبيره، ان واحد من كل 3 افراد بيجي لهم فلوس كتيره فجاه، سميها بقى من ورث، من لوتري، من اي حاجه تانية، بيفلسوا ويرجعوا اسوأ من مكانه في 3 ل5 سنين. وده تأثير الفلوس الكتير فجأة لو انت مش مستعد ومش ناضج كفاية. الخلاصة ان الإجابة هتختلف على حسب موقفك انت، بمعنى ان البنت الكندية دي مش غلط او صح. هي خدت المليون وقالت بدل ما تاخد الفلوس كلها وهي عندها 20 سنة بس وتضيعها، تاخد 1000 دولار اسبوعيا و5% فوائد. في مصر بقى لو خدت الفلوس جنيه دولار كلها اسبوعيا جن ازرق هتخسر. طيب ايه الحل؟ انك تاخد الفلوس وقتي وتحطها في عقار او في ذهب، وده امن حاجه. ليه؟ عشان مليون دولار في مصر في 2007 اللي هي من 19 سنه اقوى ضعفين ونص ل3 اضعاف من مليون دولار في 2026.